السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه تشتريه غالي لما انت ممكن تعمليه في البيت بطريقة جميلة جدا جدا؟ جبتلك طريقة الحاتي احلى شيش طاووق ممكن تعمليه، طري وطعمه رائع جدا، وخلطة اول مرة هتشوفيها، خلطة جميلة جدا جدا واقتصادية. سيبك بقى من الهري وكل الخلطات اللي انت شفتيها قبل كده وكل الطرق اللي سويتي بيها شيش طاووق قبل كده، وهتعملي معايا النهاردة احلى والذ واجمل شيش طاووق في ثواني، مش هياخد وقت. أكلة سريعة وسهلة وبسيطة، لما تكوني مزنوقة ومستعجلة هتعمليها إن شاء الله تعجبك جدا جدا. وطريقة التسوية سهلة جدا وبسيطة ورائعة جدا جدا جدا. والبهارات أو التوابل بتاعتنا برضو جميلة جدا، والطريقة برضو جديدة جدا جدا. تابعينا وهتعجبك الطريقة إن شاء الله، أنا متأكدة. أول حاجة معايا بصلاية، طماطماية، والمكون الجميل جدا جدا اللي معايا النهارده برتقانية. تقدري تستغني عن البرتقانية بليمونة، بس انا مش بحب طعم الليمون ابدا على اللحوم، فدي بتبقى اذواق بقى. طبعا حبايبنا اللي في الشام بيحبوا قوي الليمون والحاجات الحادة دي، احنا بقى شابعين حضاضة يا جماعة. ومعايا فص واحد من التوم، ويعني حاجة كده بسيطة خالص من الكرفس، عود واحد بس من الكرفس. والبرتقال انا عملته، شلت الاجزاء السميكه منه وقطعته زي ما انت شايفه كده كله في الخلاط، واضفت عليهم كوبايه ميه عشان الخلاط يضربهم كويس. وبعد كده هنصفيهم زي ما انت شايفين كده. انا عايزه الصوص اللي هيطلع ده، الريحه بقى مش عايزه اقولك قد ايه. انسي بقى كل الحاجات اللي كنت بتعمليها قبل كده للشيش طاووق، واعملي الوصفه دي، هتعجبك جدا جدا وهتدعيلي عليها. اول حاجه بقى هنبدا بعد ما حطينا كده هنحط حاجات بسيطه خالص. هحط ملح وفلفل وكمون، وهحط بابريكا وكركم، ورشه بسيطه خالص من القرفه، توم باودر وبصل باودر وكزبره، وطبعا فلفل اسود. بس كده، هي دي كل الحاجات اللي انا هحطها. ولو عايزه تحطي بهارات فراخ براحتك، او البهارات السبعه دي حاجه ترجع لك، بس هي كده البهارات خطيره. هي دي طريقه تتبيله الحياتي، ارخص تتبيله ممكن تعمليها. ومعايا بقى مكون سحري هينقل الشيش طاووق في حته تانية، وهي معلقه من العسل الاسود. ممكن تستبدليها بمعلقه من دبس الرمان، بس انا بفضل العسل الاسود. لكن لو انت عايزه فيه حضاضه ومزازه كده حطي دبس الرمان، يعني يا اما معلقه من دبس الرمان يا معلقه من العسل الاسود. وهنزل بقى بالفراخ على الخلطه دي. انا مش هنقع الفراخ في المرحله دي خالص، انا هحطها بس كده، وهبدا ان انا احطها في الاسياخ زي ما هتشوفي دلوقتي. معايا بقى الخضار اللي انا هجهزه، البصل مقطعه زي ما انت شايفه كده، البصله بنقطعها 4 تربع، وبعد كده بنفككها زي ما انت شايفه. ومعايا الفلفل الالوان، احمر واخضر واصفر، لا بس انا ما لقيتش اصفر، عندي احمر واخضر بس. هبدأ بقى ان انا اعمل الشيش بتاعي في العصاية، حتى من غير ما تنقعي العصاية. شايفة الطريقة سهلة ازاي؟ مش دايما تقولي لازم ننقع العصاية عشان ما تتحرقش معانا، لا مش هتنقعي العصاية دلوقتي، هقولك هتنقعي العصاية امتى وهتعملي ايه دلوقتي. ونبدأ بقى نحط في العصاية بتاعتنا قطعة بصل الأول، بعد كده فراخ، وبعد كده فلفل، وهكذا. زي ما احنا عارفين دي حاجة سهلة. أنا هعملك واحد بس. وهجيب بقى الصينية تكون كبيرة وواسعة كده، وهرص فيها الشيش بتاعي. تحاولي تشكلي يعني تلوني كده عشان تبقى الالوان شكلها حلو. قطع الفلفل قطعها كبيرة علشان برضو ما تتحرقش معايا. والبصلات، هي البصلة بتنقطع 4 تربع على طول، بصلة متوسطة. وبرضو قطع الفراخ عاملاها كبيرة علشان ما تبقاش ناشفة ومش حلوة، يعني حلو الحجم ده كويس جدا. نخلي اول حاجة خضار واخر حاجة خضار، بس كده. هنرص بقى ونخلص كل الكمية بتاعتنا بالشكل دوت. حطيتهم في صينية كبيرة زي ما انت شايفة كده. وهجيب الصوص بقى وهبدأ ان انا احط عليه كده. انا بقى بتاخد الخضار بياخد طعم بتاع التتبيلة، العيدان بتاعت الستيك بتاعتك ديت مش هتتحرق معاك ان شاء الله في الفرن. كده انت بتاخدي كل المميزات في وقت واحد. هركنهم بقى يتنقعوا مع بعض كده حوالي ساعة. وبعد كده هبدأ ان انا اسويه. بجهز صينية، اي صينية عندي تدخل الفرن، صينية ألمونيوم او اي صينية تدخل الفرن.
وبعملها بورق الفويل علشان خاطر ما تتعبيش في التنظيف. هتريحك جدا جدا الفكرة دي. مش هتنضفي، يا دوبك هتشيلي بس الورق الفويل وخلاص. وعليه شبكة زي ما انت شايفة كده، وهبدأ ان انا ارص الشيش على الشبكة. طبعا هرصه بالعرض عشان ايه يبقى مظبوط. قبل ما ارصه كمان لازم في حركة مهمة قوي عشان ما يلزقش معاكي، انك تدهني بتاع الشبكة دي بزيت. الفرشة دي متعصى زيت، وندهنها بالزيت كويس قوي علشان ما يلزقش معانا. وهحطه بقى في الفرن. التسوية بتاعته سهلة جدا ومش تاخد معاكي وقت. هتحطيه في فرن عالي، نار عالية، لمدة حوالي 20 دقيقة او 25 دقيقة، نص ساعة يا ستي مثلا. هيستوي كويس. بعد كده هنعمل له خلطة ندهنه بيها، وبعد كده هنشغل عليه الشواية. ممكن تخليه شغال من تحت ومن فوق لو حاسة انه لسه مستواش قوي. حوالي 10 دقايق ربع ساعة بيكون بقى في منتهى الجمال. اجمل شيش طاووق هتدوقيه في حياتك. طعم بقى خرافة. الخلطة اللي احنا حطيناه فيها ديت، الخضار بقى احلى من الفراخ، والفراخ احلى من الخضار. عظمة. برضو الخلطة مش هنسيبها ولا هنعتقها، نحطها تاني على الخضار زي ما انت شايفة كده على الشيش. وانا عايزاها تحت في الصينية، ده بيخليها تتبخر، بياخد منها تاني اكتر واكتر. شايفة الجمال؟ شايفة الروعة؟ بجد حاجة تحفة. جربي الطريقة دي وادعيلي عليها. هتاكلي شيش طاووق كأنك بتاكليه لأول مرة في حياتك. مش هتقدري تاكليه بره من عند حد تاني، لأن محدش هيعمله بالجودة والحلاوة دي. تعالي بقى أقولك على السر اللي بيخلي اللون بتاعه جميل جدا جدا. معانا كده معلقتين من زيت الزيتون، وهنحط عليهم معلقة من البابريكا، ومعلقة صغيرة ممكن تحطي كركم، حبة صغيرة خالص. وتقلبي بقى وكمان عشان يديكي طعم حلو جدا، معلقة صغيرة برضو من التوم البودر. وممكن عايز تحطي بصل بودر برضو، هتبقى جميلة جدا الخلطة ديت او الصوص ده كده. وبدهن بيه بقى بعد ما قبل ما اشغل الشواية. هدهن بيه يعني، حطيتهم على الصاج اللي تحت، يعني على في الفرن في الصاج اللي تحت على نار عالية. بعد ما يستوي، خد او حوالي نص ساعة او 40 دقيقة، دهنته بالفرشة دي كده، وشغلت الشواية. ولما يطلع برضو هدهنه كده بنفس الفرشة بنفس المكونات، بيديله لمعة جميلة جدا جدا جدا. طبعا طالع طري جدا وجميل، وتسوية عالية ممتازة، وطعم وريحة تجنن. تقدري بقى تاكليه مع طحينة. انا عملت له شوية طحينة او كاتشب زي ما انت عايزة. وهحطه بقى في سندوتشات. ممكن تعملي انت بقى في عيش، اي عيش، او ممكن تعملي رز زي ما انت عايزة. في ناس بتحبه مع الرز المبهر. بس بجد طلع خطير جدا جدا جدا. هتنسي كل الطرق اللي كنت اللي شفتيها قبل كده، والطرق اللي سمعتي عنها قبل كده، واللي جربتيها واللي كانت بتتعبك، تعمليه بالطريقه دي. انا بستسهل بقى موضوع ان انا احط السندوتشات ده مع شويه طحينه، والدنيا تبقى تمام. اكله سريعه وسهله، ما بتاخدش وقت ولا اي حاجه، بالذات لو انتي مجهزه الفراخ. وممكن كمان تعملي الصوص ده جاهز وتحطيها في الفريزر فيه، فبتبقى اروع واحلى. ان شاء الله باذن الله هقولك ازاي تعملي الحاجات دي وتحتفظي بيها في الفريزر لوقت طويل من غير ما تتاثر معاكي خالص، وتبقى كانها لسه طازه فريش. في فيديو جديد جاي. متنسيش تعملي لايك للفيديو. شكرا والسلام.